اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما غفلوا عن ذكره الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى الجميع يكون بخير إن شاء الله. النهارده جايبه لكم وصفه للبشره جميله جدا، لكل انواع البشره، للجافه، والمهم فيها ترطيب وفيها فايده، ولو استمريت عليها بتدي نضاره للبشره كويسه. دي طحينه، معلقتين طحينه، ونحط عليهم معلقتين ماء ورد، ونحط عليهم نص ليمونه او ليمونه حسب ما هتشوف يعني انت الليمون بالنسبه لك انت وبشرتك ايه، وهتقلبيهم مع بعض جيد جدا، يعني خليهم مندمجوا مع بعض نهائي. نقلبهم مع بعض لما يبقوا كده، هيبقوا في الحاله دي. تاخدي من ده وتحطي على ايديكي وتحطي على البشره وتسيبيها لما تنشف وتشيليها. ممكن تشيليها اللي على ايدك دي، ما تغسلهاش الاول، يعني ممكن تشيلي على وشك منديل وايدك امسحيها برده بمنديل، بحيث ان انت بعد ما تخلصيها هتمسكي الليمونه دي بعد ما تمسحي بقى، او ممكن يعني تشيل منها النسبه اللي تقدري تشيلها بمنديل، وتبداي تدعكي بالليمونه ايدك كلها، وركزي في اي حته تعجبك بقى ادعكي كده، واستمر كده شويه. ادعكي ايدك بنص الليمونه، هتلاقيها فرقت جامد جدا في النعومه وفي النضاره. الوصفه دي ما فيهاش اي ضرر. الطحينه بناكلها، ماء الورد معروف بيتحط في اكل كتير، الليمون كذلك. دي فيها فايده جامده للبشره، والبتاعه الايد او بتاعه الوجه او اي حته عايزه تدهني فيها، حاسه ان يعني هي مش هتضر، هي تدي بياض وفي نفس الوقت نعومه جامده جدا، واحنا داخلين على الشتاء محتاج ترطيب عالي. الوصفه دي لو عملتيها في اليوم 3-4 مرات ما فيهاش اي ضرر. لو عملتيها كل يوم ما فيش ضرر، يعني ما فيش مثلا نقول مرتين في الاسبوع او مره، لا، ما فيش منها اي ضرر. لا الطحينه فيها ضرر، ولا ميه الورد فيها ضرر، ولا الليمون فيه ضرر، كله بنستعمله للاكل كمان. فالوصفه دي جربيها وقولي لي رايك، هتدعي لي. في وصفه عندي هنا بقى، هقول لك وصفه حلوه قوي للسنان. في وصفه للسنان انا جربتها لقيتها جميله جدا، فقلت اقول لكم تجربوها معايا، والله مش هتندموا. عندي الشريط الفحم الكربون ده بتاع المعده، يعني بيتبلع. هتاخدي منه وتطحنيه كده بالشكل ده زي البودره، وبيتطحن بسهوله قوي بالهون من غير اي خلاط ومن غير حاجه. هتطحنيه وهتاخدي منه جزء صغير بس من المعجون على الفرشه، بعد ما تحطي المعجون الصغير او على الفرشه حته شويه صغيره، حطي اغمسيها في الفحم ده او في الكربون ده، ودعاكي اسنانك بقى، استمري فيها من كل اتجاهات، بره وجوه، وكرري الحكايه دي. مجرد ما يعني تمشي على سقف كده اسنانك من فوق او من اي مكان، وتدعكي كده وشطفتي، هتحسي بفرق بين اللي فوق واللي تحت جامد جدا. جربي الوصفه دي، وجربي ماسك البشره والايد، وهتدعي لي وقولي لي ايه رايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.